وحشتوني. لما تختار نفسك، ازاي تتخطى الصدمة العاطفية بعد ما تسيب علاقة مرهقة؟ من اكتر الاسئلة اللي جات لي ازاي اتخطى الصدمة العاطفية، خصوصا لما اختار نفسي واكون في علاقة مرهقة وانا اللي اقرر ان انا امشي من العلاقة دي. في ناس كتير فاكرة ان اصعب وجع هو ان حد يسيبك، لكن الحقيقة ان من اصعب انواع الوجع ان انت تكون بتحب ومع ذلك تضطر تمشي بإرادتك، مش لان الحب خلص ولكن لانك اكتشفت ان استمرارك في العلاقة بقى بيكسرك كل يوم عن اليوم اللي قبله. لما تختار نفسك في البداية بتحس ان انت خسرت، ولكن مع الوقت بتكتشف ان انت انقذت نفسك. يعني ايه اختار نفسي؟ اختيارك لنفسك مش انانية ومش هروب ومش قلة وفاء منك. اختيارك لنفسك هو ان انت تقول انا مش مستعد افضل في مكان بيستنزفني ويخليني افقد راحتي وثقتي بنفسي. العلاقة الصحية المفروض تضيف لك مش تاخد منك كل طاقتك. طب ليه القرار بيوجع رغم انه صح؟ لان القلب غير العقل. العقل بيقول العلاقة دي مؤذية، لكن القلب بيقول لك انا بحبه ويمكن يتغير وما اقدرش استغنى عنه. وده اللي بيخلي الشخص يعيش صراع داخلي كبير ما بين قلبه وما بين عقله، ما بين قلب للانفصال وبعد الانفصال. الصدمات اللي بتحصل لنا بعد الانفصال بعد ما بنمشي ممكن نمر بمراحل كتير جدا. رقم واحد، هتحس بالذنب، هتفتكر الذكريات الحلوة وتنسى الوحشة، هتشك في قرارك، هتحس بالوحدة، هتقعد تراقبه على السوشيال ميديا وهتستنى منه رسالة أو اعتذار. وده شيء طبيعي جدا لأن التعافي مش بيحصل بين يوم وليلة. لازم تقعد تفكر انت مشيت ليه. بعد اي انفصال العقل بيبدأ يجمل الماضي، عشان كده كل ما تضعف افتكر كم مرة زعلت، كم مرة بكيت، كم مرة اتكسرت، وكم مرة اتنازلت عن نفسك. افتكر السبب الحقيقي اللي خلاك تاخد القرار ده وتمشي. اوعى تحاول تملى فراغك بسرعة. ناس كتير بعد الانفصال بتدخل علاقات جديدة تانية أو تنشغل بأي حاجة عشان تهرب من الألم، ولكن الحقيقة إن الألم ما بينفعش يتعاش أو ينساه مرة واحدة. الألم بيقعد يرجع ويتكرر. اسمح لنفسك إن أنت تزعل وتعيط وتتعافى. ارجع لنفسك. العلاقة المرهقة غالبا بتخلينا ننسى نفسنا. ارجع اعمل الحاجات اللي كنت بتحبها، اقرأ، اخرج، العب رياضة، اتعلم حاجة جديدة، اقعد مع ناس بتحبك بجد ومن قلبها. كل خطوة صغيرة هترجع جزء من روحك اللي انت راحت. اوعى تخلي الحنين يخدعك. الحنين مش دليل ان القرار غلط. ممكن تشتاق لإنسان كان بيوجعك. احنا اوقات بنشتاق للعشرة الحلوة لكن مش للأذى. سامح نفسك. لو استحملت اكتر من اللازم سامح نفسك. لو كنت بتدي فرص كتير برضو سامح نفسك. اقعد مع نفسك. انت كنت بتحاول تنجح العلاقة وده شيء مش عيب. العيب ان انت تفضل تضحي بنفسك بعد ما تتأكد ان مفيش تغيير او ان انت موجوع. طب ازاي اعرف ان انا بدأت اتعافى؟ هتعرف لما تبطل تستنى رسالة، لما تنام مرتاح، لما تفتكر الذكريات من غير ما تنهار، لما ترجع تضحك من قلبك تاني، لما تحس ان قيمتك مش مرتبطة بوجود شخص معين في حياتك. في النهاية احيانا اصعب قرار هو القرار الصح. ان انت تختار نفسك بعد علاقة مرهقة محتاج شجاعة كبيرة جدا، لانك بتواجه خوف الوحدة، وجع الفراق، والحنين، كل الاسئلة اللي بتدور جواك. لكن صدقني السلام النفسي اغلى من اي علاقة مرهقة، وكرامتك أغلى من أي تعلق، وصحتك النفسية تستحق إن أنت تحارب عشانها. اختيارك لنفسك مش نهاية قصة حب، أوقات بيكون بداية قصة حب أهم وهي علاقتك بنفسك. ولما تتصالح مع نفسك وتتعافى هتعرف إن اللي خسرته كانت علاقة مرهقة، لكن اللي كسبته هو نفسك من جديد. ودمتم سلم.